بقى فل. في فرق برضه على فكرة لما ترجعوا للمطبخ في الاول غير دلوقتي خالص، يعني انا هوريهولكوا برضه في الاخر بعد ما خلصته بقى نضيف قوي. والبرطمان اللي كان فيه المخلل ده هما لفتتين بالظبط، يعني بالظبط حتتين حتتين مقطوعين. فانا قلت بقى هفضل سايباهم لحد امتى، خلاص ارميهم بقى طالما هما مغضوب عليهم، ارميهم بقى وابقى اعمل غيره ان شاء الله. انا عملته معاكو قبل كده كتير، بس هبقى اعمله معاكو تاني بطريقة حلوة قوي، يعني انا طريقتي فيه حلوة قوي. انا من حلاوته جوزي بيشرب المية بتاعته، والله بجد بيقول لي هاتيلي مية من بتاعة المخلل. اهو ده البرطمان اللي كان فيه اللفت فضيتهم، هغسله بقى كويس. انا طبعا لمعت الرخامة وكل حاجة، بس هعمل تاني، يعني هعمل بقى الحوض اغسله وكده، ويبقى كده ما عادش فاضل غير ان انا بس يعني هكنس الارض كويس بالمقشة الاول وبعدين امسحها، وبس كده كل حاجة عندي بقت زي الفل. هو خد مني وقت على فكرة، انا عملت كت كتير جدا وسرعت كتير جدا عشان عشان كان الفيديو طويل قوي. نكمل تاني مع بعض. الواحد ما يعرفش يعمل فيديو في البيت ده. خلاص الحوض بقى زي الفل، كل حاجة بقت زي الفل، واصلا البوتاجاز يعني وكده انا كنت عاملاهم من بالليل من قبل ما انام، فكانت كل حاجة نظيفة. مش كل حاجة نظيفة يعني، لا اللي هو ايه البوتاجاز بس والمواعين وكده. كده خلاص كله بقى تمام. على فكرة هي المية بتطلع دخان، هي سخنة بس مش سخنة للدرجة تطلع دخان، بس عشان الجو برد فهي بتطلع دخان كده. دي بقى الرز هرجعه مكانه. خلاص هكنس بقى والم كل حاجة وارجع امسح وابقى كده خلاص خلصت، واوريكم بقى شكل المطبخ بقى عامل ازاي، بقى زي الفل. حبايبي خلاص المطبخ بقى بيلمع، عايزه اقول لكم كل حاجه فيه بقت نظيفه وحلوه. خلونا كده ايه نولع بخوره عشان يبقى ريحته حلوه. احطها هنا شويه واحطها بره شويه، ريحته حلوه قوي البخور ده. بصوا كل حاجه بقت نظيفه، المطبخ كله بقى بيلمع. شايفين الظرف بتاعته بقت عامله ازاي؟ بصوا بتلمع اهي. بصوا كنت بجد لازم اعمله، يعني ما كانش هينفع اسيبه اكتر من كده. بصوا الرخامه اللي تلمع ازاي، وكمان بتاعه التوابل وكل حاجه بقت زي الفل. وغيرت بقى، حطيت هنا الحاجات الخزين وكده اللي انا بستخدمه، بس المقفول عيناه في الظرف. برضو الرفوف دي عايزه تتنضف، يعني عايزه تترتب وكده. وهنا حطيت الصواني اللي بحتاجها في الخبز والحاجات التانية. عايزه اقول لكم ان انا ما كنتش كملت المطبخ للاخر عشان كنت هجيب هنا غساله اطباق، فانا سايبه المكان ده فاضي لغساله الاطباق. تمام ان شاء الله يعني هجيبها باذن الله. بصوا كل حاجه بقت بتلمع، شوفوا الرخامه بتلمع ازاي دلوقتي. بقى شكلي باين عليه التعب صح؟ حاسه النهارده ان انا تعبانه شويه، بس الحمد لله. بصوا كل حاجه نضيفه اهي، البيت كله زي الفل. بصوا وانا كنست وخليت كل حاجه نضيفه وزي الفل. رجع المفاتيح دي مكانها. هبقى انزل بس ارمي الزباله اعزكم الله عشان يبقى كل حاجه نضيفه، عشان مفيش عندي حد هنا يرميها، فانا هنزل ارميها. تمام واروح بقى انشر الغسيل، بس مش هاخدكم معايا عشان كده الفيديو طول قوي. نقفل الجزمه دي. هطبق بقى غسيل اللي انا شيلته من على الحبل وانشر الغسيل التاني اللي طلعته من الغسالة دلوقتي. واستنوني بقى في فيديو جديد، ويا رب يكون الفيديو النهاردة عجبكم ويكون تحفيزي كده ويشجعكم. انا قلت كده ابدأ حاجة في حاجة قبل رمضان ان شاء الله. وانا باذن الله ان شاء الله يعني هبقى اغسل بس الحيطة والشفاط واعمل البوتاجاز كويس، يعني كل يوم كده ان شاء الله هعمل حاجة. يعني هخلص براحتي. انا بدأت من دلوقتي عشان ما بقاش ملبوخة يعني، وافضل اعمل كل حاجة ورا بعضها.
وزي ما قلت لكم ان شاء الله بقى ابقى ارتب الظرف، هبقى ارتبها معاكم الرفوف بتاعه المطبخ والخزين والحاجات دي. وما تنسوش بقى تحطوا لي لايك عشان انا تعبت في الفيديو ده، واقول لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. باي باي.